ده اول مره يكسب. كأس مصر قادمة. انا عايز دكر في كاس العالم يقابلني. والله لا مجمع ولا مصر ام العرب وام افريقيا. اول مره يكسب دي عايده على مين؟ عليك. دابا هاد البلباله وهاد الروينه كلها حيت ربحوا اول ماتش في التاريخ. انا بحب بلدي قوي والله. انت عارف ان انت تكسب ماتش في كاس العالم ده حدث تاريخي. يس 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 مصر قادمة. مصر قادمة. مصر قادمة. تعملها دي، تعرف تعملها دي. الاول مجموعتي اللي اول يوريني نفسه. افريقيا عرب كلنا اخوات والله، بس انا كبرها. المصريين واول فوز في تاريخ كاس العالم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انا والله لا مجمع ولا مصر ام العرب وام افريقيا بالتاريخ، مفيش حد تاريخ زينا. مصر احتلونا كل العالم. مفيش حد ما احتلش مصر، ومفيش مره خرجنا حد من اللي احتلنا. ما عملناش حرب ابدا عشان نطلع. بقوا يزهقوا ويمشوا يخرجوا لوحدهم يقعدوا لهم كده 100 سنه 120 سنه وبعدين يزهقوا يروحوا يدوروا على حته ثانيه، الهند مش عارف باكستان حاجات ويسيبونا. يجوا لنا ناس ثانيين، يجوا لنا الفرنساويين والانجليز اول حاجه النوبيين، ده في الفراعنه النوبيين، وبعدين الاسكندر، وبعدين قيصر. الاتراك قعدوا 500 سنه عندنا. الترك بس كنا تحت امرهم. هم اللي جابوا الملك فؤاد والملك فاروق. ما كانوش من مصر، هم كانوا اصلهم من يعني البانيا. برافو عليك. جابوا لها يعني حاجات من عندهم. والباشا والبيك والحاجات دي كلام تركي ده. الباشا والبيك، فلان بيك فلان مش عارف ايه فلان باشا. اتراك. انا بحب بلدي قوي والله. انت عارف ان انت تكسب ماتش في كاس العالم ده حدث تاريخي. عارف ليه؟ هقول لك انا على حاجه بسيطه. انا جدي الله يرحمه مات 87 سنه. جدي ما شافش منتخب مصر وهو بيكسب، ما شافش منتخب مصر وهو ممكن يعمل حاجه. اتمنى بجد من كل قلبي بجد احنا نقدر نعمل حاجه حقيقي بجد. فرقتنا دي كبيره قوي والله. واقول لك على حاجه، يعني اتمنى من كل قلبي ان حسام حسن يكذب كل الناس، لان الراجل ده كان محتاج يجي من بدري والله. يعني اتمنى، يعني عارف، يعني صلاح لو كان في وقته وفي عزه ومع حسام حسن كنت اظن ممكن يبقى الشكل مختلف تماما. اتمنى من كل قلبي بجد ان احنا نعمل حاجه، لان انا بحب بلدي قوي والله. يعني انا عمري في حياتي ما كنت افكر ان انا ممكن اطلع فيديو اعمل كده، بس دي مصر يا جدعان. مصر ام الدنيا. اقول لك على حاجه، انا محظوظ ان منتخب مصر كسب ماتش وانا في جيلي، يعني فاهم حاجه، وانا في جيلي وانا بعمل كونتنت. يعني اللي هو انا مش بعمل كونتنت والله عشان ريتش خالص ولا فارق لي كل الكلام ده. يعني عملت مع الماتشات الساعه 6 الصبح و7 الصبح ولا كان في حد بيشوفها غيري اصلا. فيعني اتمنى من كل قلبي ان احنا ندعي، يعني ادعي كده ان احنا ربنا يكرمنا، وان شاء الله نبقى على ايد حسام حسن. وعلى فكره خليني اقول لك على حاجه، الارجنتين وقفت في ظهر ميسي وهو عنده 34 سنه وجابت كاس العالم. احلم بعيده، احلام بعيده قوي. ربنا يكرمك وعادي. احنا على فكره بنسد مع الفرق الكبيره كلها، وربنا يا عم يكرمنا يا عم ونلعب مع الفرق الكبيره كلها. احنا مصر، احنا مش بنخاف من حد والله، ما نخاف من حد وما بنخافش من حد. انا مش قادر اصدق ان احنا كسبنا بجد، ده بجد. وممكن يبقى في اول مجموعه احلم ومنتخب مصر هيحقق، بس واحنا قاعدين على الارض، ما نبقاش واقفين فوق كده في الهوا كده مش حاسين بكل الكلام ده. حبيبي انت حبيبتي القمر. حبيبي، ده أول حسين، ده أول فوق في تاريخ مصر. الحمد لله الحمد لله. مش مصدقة. الحمد لله. انت حبيبي، انت اسطوره وحش، انت اسطوره وحش.
ناس في مصر تستاهل تفرح الحمد لله. انت مش متخيل الناس كلها في الشارع حسام، الناس كلها في الشارع. الحمد لله. الناس انا الوحيده اللي قاعده في البيت، الناس كلها في انا الشارع. كنت عاتل امهم. الناس كلها في الشارع، الناس كلها في الشارع. بقول لك كنت عاتل امهم كل الناس انه يطلعوا حزنانين. الحمد لله. كلمتين بهداوه. انا عايز دكر في كاس العالم يقابلني. اي دكر شايف نفسه فرقه يجي يقابلني، ولا تقول لي بقى لا ارجنتين ولا برازيل ولا مغرب ولا عيشه. بص، لو دكر تعالى قابلني. انا معايا المشير حسام حسن، يعني تأدب وانت بتتكلم، اقف وانت بتتفرج. عندما تبحث عن إرجاع هيبة العرب التي ضاعت في المونديال، عندما تبحث عن الأرقام القياسية، ابحث عن المصريين. منتخب مصر الآن هو المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي يتصدر مجموعته، ويتصدر على من؟ على بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. دابا هاد البلباله وهاد الروينه كلها حيت ربحوا اول ماتش في التاريخ. والله ما كتحشموا، والله العظيم ما كتحشموا. شوف مع من لعبتوا. منتخب هو المرتبه 84 في العالم. سوريا ما لعباش المونديال، عندها الحرب 20 عام واحسن من نيوزيلندا. لعبتوا مع منتخب ما عندوش دوله، راه كارين عند استراليا. نيوزيلندا ما عندهاش دوله، كاريه عند استراليا. شوف حنا ملي ضربنا بلجيك كانوا هما الثانيين في العالم. كان دي برويني، كان هازارد، كان لوكاكو. انتم مع لعبتوا مع الاشباح. زائد ضربنا اسبانيا هما 70 في العالم، والبرتغال هما 90 عالميا. اما انتم لعبتوا مع بلجيك هما 10 عالميا. كاينه الموناليزا وكاينه التصويره هذه، هاهي خضري عويناتك تبقى حياتك كلها فرعون ينوض من القبر والله لا شتيها.